واش الريال كانت كتستحق انها تخرج من دوري الابطال؟ الريال تبعت البارسا طبعا اللي خسرت البارح. الريال خسرت المباراة وهناك اسباب كثيرة، والجميع كان كيشوف بان الريال كانت تقدر تمر للدور المقبل، لكن بايرن ميونخ منعتها من ذلك. اسباب كثيرة سنتحدث عنها بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سفيان بوعنان من الميدان. كما شفتوا جميعا، ريال مدريد يغادر دوري الأبطال. شخصية البطل لم تظهر الليلة، كان قريبا من المرور إلى الدور القادم، لكن شاءت الأقدار أن يكون غير ذلك. أسباب كثيرة اللي خلت ريال مدريد اليوم يودع البطولة، وأهمها صراحة واللي كنت كنشوفها أنها قتلت الماتش نهائيا هو المدرب. وانا ارى ان المدرب اربيلا يتحمل كامل المسؤوليه. السيد كان غادي معاه الماتش مزيان، شنو غادي ندير نوض نخرج ابراهيم دياز في الدقيقه 70 باش زعما ربما قال نحافظ على النتيجه ونمر الاكسترا تايم، لكن خرج على المباراه. هاد كامافينغا هو اللي خطا الحمراء وقتل له المباراه، واللي خلانا نشوفوا اللاعبين ديال ريال مدريد في النهايه نهاروا تماما. وكما قلت في فيديوهات سابقة، ريال مدريد دائما ما تعتمد على نفس النهج. فينيسيوس كيشدها في اليسار ولا مبابي كيشدها في الوسط للشبكة، يعني تقدر تنفعك في مرة في مرات، لكن الجميع في النهاية غادي يعيقلك بهذه الخطة اللي كتلعب بها، وما غاديش يخليك تولي تسجل منها أكثر. طبعا غتقولوا لي وراه الريال سجل 3 ديال الأهداف. طبعا 3 ديال الأهداف في النهاية لم تكن كافية، وكان ممكن أنه يقدر الريال يمر للأدوار القادمة لو أنه حافظ على طريقة اللعب اللي لعب بها في الشوط الأول والجزء الأول من الشوط الثاني. لكن كما شفنا المدرب دار تغييرات صراحة غير مفهومة اللي عطاتنا ذاك اللعب اللي شفناه في آخر المباراة. الريال طبعا خلق فرص، سجل منها أهداف جميلة، مباراة ممتعة. كذلك البايرن لم يكن سهلا، وكأن البايرن كان خلى الريال يلعب ويخلي المباراة مفتوحة، لأننا كنعرفوا بأن بايرن ميونخ كيرتاح في مثل هذه المواجهات. يعني بايرن ميونخ إلا فتحتي معاه اللعب راه غيندمك كي كنقولوا بلغة الكرة. وفي النهاية الكرة بطبيعة الحال ضحكت لمن ضحك لها منذ البداية، والريال يقصى من دوري الأبطال. نقدروا نقولوا بأن الريال اليوم غيخرج بموسم صفري، لأنه حتى في الليغا برشلونة يبتعد عنه ب9 نقاط، وبالتالي لم يبقى له أي مجال للمشاركة في أي مسابقة. لهذا خيبة الأمل ستكون كبيرة، وكنظن بأن المدرب أربيلا لم يقدم ما عليه. يعني الوقيته اللي كانوا الجماهير ينتظرون من المدرب الكثير، نقدروا نقولوا أنه خانهم في نهاية المطاف. وفي النهاية راه المدربين كيديروا اللي عليهم، ولكن أرضية الميدان هي من تحكم. لكن كنظن أن كامافينغا غادي ياكل ماكلة طبل نهار العيد. والبارحة الرياليين وما أكثرهم يعني استهزئوا بان لاعبي البارسا احتجوا على التحكيم، وحنا شفنا في نهايه المباراه حتى هما ناضوا كيحتجوا حتى التحكيم، وشربوا من الكاس الذي شرب منه البارسا البارحه. والحكم السلوفاكي بدا كينزع في البطاقات الصفراء والحمراء حتى لاخر الدقائق من خروجه من ارضيه الميدان. هارت لاك للريال ولجماهير ريال مدريد، وايضا بالتوفيق لبايرن ميونخ في نصف النهائي امام البي اس جي. صراحه مباراه غتكون ايضا ممتعه وجميله جدا. وايضا مباراه النصف الاخرى بين الارسنال والاتليتيكو. في النصف النهائي سنشاهد ناديا اسبانيا وناديا المانيا وناديا فرنسيا واخر انجليزيا. يعني تقريبا كاين هناك تنوع بين الدوريات الاربع، وسنرى لمن الغلبه في النهايه. وخليوا لي انتم في التعاليق ديالكم واعطيوني شنو هي الأسباب اللي خلات الريال ينهزم الليلة وما يمرش للدور القادم. كان معكم سفيان بوعنان من الميدان، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.